فين وصلت التحقيقات الخاصة بفضائح تذاكر مونديال قطر 2022؟ ربما هذا السؤال كيطرحه أي متتبع للشأن الكروي المغربي، وكنتسناو بطبيعة الحال نتائج وفضح المشاركين في هذه الفضيحة. لكن فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرر من جديد تأجيل الاجتماع المكتب المديري الذي كان مقررا انعقاده في هذا الأسبوع للإعلان عن نتائج تحقيقات بخصوص التلاعب بالتذاكر الخاصة بمونديال قطر الأخير، خاصة مباراة المغرب وإسبانيا. وفضل السيد فوزي القجع التريث قليلا قبل الإعلان عن النتائج الفاضحة حتى الانتهاء من التحقيقات من فضيحة تذاكر قطر التي تجريها الضابطة القضائية مع إعلاميين ومسيرين بعد شكاية للجامعة بهذا الخصوص. وتداولت مجموعة من المنصات أن التحقيقات الأولية ورطت بعض الأشخاص لاستغلالهم التذاكر المجانية وبيعها للجماهير التي حضرت مباريات المونديال، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس. وأسفرت التحقيقات الأولية عن تورط مسير بعد تدخله لدفع كفالة للإفراج عن مصور صحفي تم ضبطه من طرف الأمن. كما تورط شخص ثاني استغل التذاكر المجانية التي وزعتها الجامعة للصحفيين وقام ببيعها بأثمنة باهظة. وبات من المؤكد أن تعلن الجامعة عن أسماء المتورطين نهاية هذا الشهر خلال الموعد الجديد لاجتماع المكتب المديري، وهذا الشيء اللي كنتمناو بطبيعة الحال. ووعد فوزي القجع رئيس الجهاز الوصي عن كرة القدم الوطنية باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في قضية التلاعب بالتذاكر. لكن ربما هذا الوعد وهذا التوعد ديال فوزي القجع بغينا نشوفوه في أرض الواقع، خاصة بعد ما نشرت مجموعة من الأسماء في خصوص هذه الفضيحة، منهم رئيس فريق مغربي ومنهم صحفيين مرموقين ومعروفين في الكرة الوطنية المغربية. يعني صراحة ما بغيناش هاد التحقيقات يمروا مر الكرام، وبغينا صراحة فضح، وهاد المرة ما يكفيناش غير فضح المتورطين، إنما بغينا المحاسبة واعتذار رسمي للجمهور المغربي، بالإضافة إلى إبعادهم عن كل ما له صلة بالرياضة الوطنية. يعني في واحد الإنجاز اللي حققته الكرة المغربية لأول مرة في التاريخ ويجوا هما يركبوا على هذه الموجة لأغراض شخصية، فصراحة يعني لازم الإبعاد ديالهم على الشأن الكروي والرياضي والتسييري في الوطن بصفة عامة. وفي انتظار المزيد وفي انتظار مستجدات هذه الفضيحة، خليتكم أخوتي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.